عشان كده الكحك بيشقق منك. خلي بالك حاجات مهمه جدا التركه ديت. ولما بيخش الفرن ويطلع مستوي، بيطلع الرسمه بتاعته مش باينه نهائي. تركات مهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل كحك العيد. انا هعمل كيلو كحك يا جماعه. هستخدم 550 جرام من السمنه. السمنه تكون طالعه من الثلاجه ساقعه. هضيف عليها 60 جرام من السكر البودره، يعني معلقتين ونص كبار سكر. المقصود بالمعلقه الكبيره اللي هي المعلقه بتاعه الرز. هضربهم بالمضرب الكهربائي لحد لما يتحولوا للون الكريمي، يبقى لونها فاتح جدا. ويا سلام لو استخدمت سمنه بلدي، يعني يبقى الكحك دخل معاكي في حته تانيه خالص. كيلو دقيق يا جماعه انا هنخله، لازم يبقى منخول. بعد ما انخل الدقيق، ايه الاضافات بتاعتنا بقى؟ نخلي بالنا حاجات مهمه جدا. نص معلقه صغيره اللي هي معلقه السكر، ايه، بيكنج باودر. خلاص، ما نكترش في البيكنج باودر، ده هي نص معلقه الصغيره، ونص معلقه من خميره. يبقى هو ده السبب اللي بيخلي الكحكايه الرسمه بتاعتها تروح. انا مش عايز الكحكايه تنفش وتنتفخ، ده غلط. خلاص كده يبقى عرفتي السبب. ورشه الملح، هو ده اللي بيخلي الكحكايه ايه، رسمتها تروح. نقلب الخليط ده كله مع بعضه. هنحط 3 معالق من السمسم الكبار. تمام. وارجع اقلب كله مع بعضه كده، ما يبقاش فاضل لي غير ايه، معلقه صغيره من ريحه الكحك. ريحه الكحك ما نكترش منها عشان ما يمررش مننا الكحك. انا هحشي هنا يا جماعه بملبن، وهحشي بعين جمل. تحشي انت بعجميه، تحشي تعمليها ساده، اللي على راحتك. خدت المواد الجافه كلها، هحطها على السمنه بتاعتي. هنبتدي هنا بقى نعمل ايه، نسمي الله كده، ونبس الكحك بتاعنا ببراحه لحد لما العجين كله يمتص السمنه. زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. انا هعدي على 3 مراحل. المرحله الاولى اللي هي تحس ان العجين في ايديك عامل زي الرمل كده، زي ما انتم شايفين كده. بعد 5 دقائق هيتحول من المرحله ديت لمرحله تانية خالص، اللي هي ايه، كتله من العجين. شايف ام محمد بتعمل ازاي براحه ايديها كده، وتبتدي تطحن. المرحله الثالثه هيبقى كريمي خالص. طب لو حضرتك عندك العجان، هتستخدمي السلاح اللي هو الكف. وبعد 5 دقائق هتوصلي للمرحله الثالثه اللي انا وصلت لها بعد ربع ساعه. احنا قعدنا هنا يا جماعه بالمنظر ده بالطريقه دي، عجلنا ربع ساعه بالطريقه الكريمي دي. خلاص كده، هو كده هيطلع ناعم جدا ودايب. طيب هلم العجينه بايه؟ نص كوب ميه دافيه. ينفع يا شيف احط لبن؟ اه طبعا ينفع، بس خلي بالك اللبن بينشف الكحك شويه. خلاص. انا بحب احط ميه. يبقى بعد ما حطيت الميه ببراحه كده بنلم بقى العجينه وبنمسح الطبق بتاعنا. خلاص مش هنستخدم ايه بقى، مش هنستخدم راحه ايدينا زي ما انتم شايفين كده. ومحمد بتعمل لها اختبار كده وبتنعمها بايديها، بتشوفها لقيتها زي الفل. تمام كده. هنبتدي نعمل ايه بقى، نسيبها تتركن كده على جنب لمده 5 دقائق تريح. وهنبتدي نتوكل على الله نشتغل فيها. تعالي بقى اوريكي ليه الكحك بيشقق منك. عشان المرحله دي كل كحكايه تاخديها لو العجينه معاكي سواء مشققه او مشققه مش مشققه، لازم تنعميها بكف ايدك. تاخديها كده وتحطيها في نص كف ايدك وتقعدي تطحنيها لحد لما تنعميها، وبعدين تكوريها وتعملي فتحه في النص وتحطي الحشوه بتاعتك. تاني، ليه الكحك بيشقق منك؟ لازم تنعمي الكحك في وسط ايديكي زي ما ام محمد بتعمل كده. هي دي يا جماعه خطوه مهمه جدا جدا، وهي ديت اللي بتنجح معاكي الكحك وما يطلعش منك مشقق. خلاص. بنرص في الصينيه بتاعتي. انا حاطط هنا صواني الالومنيا بتاعتنا العاديه خالص بتاعه البيت، وهسويها في البوتاجاز خالص. البوتاجاز العادي يعني بتاعنا في الرف الوسطاني، درجه حراره 200. قعد في البوتاجاز بتاعي دوت 200، على درجه حراره 200 قعد قد ايه، حوالي 25 دقيقه. ممكن انت الفرن بتاعك يبقى اسرع مني، انت تراقبيه بعينيكي. هو بيبقى من فوق ما بيبقاش غامق، بيبقى فاتح. ومن تحت زي ما انتم شفتوا بالمنظر ده لما وريته لكم، ده كان الشكل النهائي بتاعه. حاجه يعني دايبه جميل جدا جدا زي ما هوريكم دلوقتي. يعني انا الكحكايه والله بطحنها بصباع ايديا كده. بص منظرها، بص اللهم صل على النبي، جميل جدا. بص عامل ايه، بصباع ايديا كده الصغير دايب. مش هيفضل غير ايه، الحشو اللي في النص. يبقى انت عرفت ليه الكحك بيشقق منك، وعرفت ليه الرسمه بتروح منك. ما نكترش في البيكنج باودر ولا نكتر في الخميره.